أكادير صراحة هذه المرة هذه تبهرت بالجمال ديالها، مدينة سياحية عالمية. كاين هناك فريق عريق اللي كيمثل المدينة اللي هي الحسنية أكادير. في الحقيقة أنا سعيد جدا بتواجدي هنايا وبالحضور ديالي نشارك في هذه المناظرة الجهوية لمدينة أكادير بتشجيع الرياضة، لأنه شيء مهم جدا بلدنا بالنسبة للجهات ديال المملكة. هذه المناظرة هذه ملي كنشوفوا اليوم كاينين متخصصين في واحد جميع المجالات وخاصة في المجال الرياضي اللي كيهمنا كاملين، وكنعرفوا اليوم المملكة المغربية مقبلة على تنظيم واحد جوج ديال التظاهرات قارية وعالمية اللي هما كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الرؤيه السعيده ديال جلاله الملك حفظه الله، كاين واحد عده الملاعب تعاود الاعاده ديالها. كاين هناك ملاعب جديده كتبنى، الجهات كيتخلقوا فيها اكاديميات في تكوين مواهب، كاين هناك عده دورات لتكوين الاطر. فهذا كله يعني كيعطي ديك الديناميه القويه للمملكه المغربيه في الخطب ديال صاحب الجلاله الله ينصرو. كاين هناك تركيز على ابعاد اقتصاديه وتنمويه واستثماريه اللي غادي تكون خير لبلادنا ان شاء الله مستقبلا. اكادير صراحه بالنسبه لنا حنا المغاربه كانت دائما عزيزه عنا وجميله، ولكن صراحه اننا هذه المره هذه يعني انبهرت بالجمال ديالها، الأسعة ديال الشوارع ديالها، وخاصة النقاء، النظافة. مدينة سياحية عالمية اللي معروف على الصعيد القاري والعالمي. كاين هناك فريق عريق اللي كيمثل المدينة اللي هي الحسنية أكادير. نتمنى الله سبحانه وتعالى يعني السنوات المقبلة يكون ان ستركتور يعني قوية اللي تجعل من هذا النادي ماشي يمثل غير مدينة أكادير بل تمثل بلدنا الحبيب. الجمهور ديال أكادير كيخلي كاع الناس اللي ماشي من المدينة واللي كيجيو يشوفوا المباريات ديال المنتخب الوطني المغربي كيكونوا مرتاحين، لان اولا الملعب جميل، المدينه جميله جدا، كاين هناك واحد التنظيم كيكون محكم، وحتى يعني اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي دائما يعني كينوهوا بالجمهور ديال مدينه اكادير، وهذا صافي بليزير. انجوي اكادير سوس مساء.